السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا النقل المباشر هنا من مدينة تطوان وبالضبط بملعب ثانية ترمل. يمكن أقول بأن مواجهة جد مهمة. الذي يراهن اليوم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر غير الفوز، وشاهد وسمع ما حققه الفريق الجديد أمام فريق فيتا كلوب بعد أن عاد من تأهل كبير وكبير جدا من الانتصار الأخير القوي أمام فريق شباب الريف الحسيمي، وأيضا مواصلة المشوار. الفريق الآن يمكن أقول بأنه يحقق انطلاقة جيدة. فريق المغرب التطواني يحتاج 21 مواجهة، حقق 10 انتصارات 5 تعادلات، وهذا بالتالي يؤكد بأنه الفريق يعيش صحوة كبيرة. وبالتالي ويمكن أقول بأنه إحصائيا هذه أصعب موسم طيلة حوالي 9 سنوات من الجيدين الذين يبصمون على موسم جيد في الدوري الاحترافي. كذلك هداف الفريق تألق في المباراة الأخيرة وسجل هدفين أمام فريق شباب الريف الحسيمي. ما كاينش خطأ لحد الآن. الحكم الصبري يقود هذا. تعود الآن في خط وسط الميدان، خطيرة هذه المحاولة والهدف. هدف لفريق المغرب التطواني، في حدود الدقيقة 8. نتابع هذه الكرة كانت في العمق، نشاهدوا كان خطأ ماشي أقردوم، ولكن أعتقد الهدودي كان خطأ في تطبيق التسلل، وبالتالي كانت انطلاقه من جهه خصوصا بان ضربه خطا على مستوى مربع العمليات. كترفع الكره ايوب لنع، كرفع خطيره، ولكن كان تدخل محمد اليوسفي في فريق المغرب التطواني باستثناء لاعب كل متواجدين في مربع العمليات. محمد اليوسفي التطواني محاوله تسديد، ولكن جانبا المغرب التطواني خلال هذه المباراه سيعطي فابريس. كيرجع الكره للوراء، الساتي يرفع الكره، كانت خطيره هذه المحاوله. يترمل محاوله خطيره جدا. اذا الجوله الاولى ينهيها الحكم السيد كريم صبري الذي يرسل اللاعبين الى مستودع الملابس. بالتالي يمكن نقول بانه الان 3-5-2 هذه الطريقة اللي غادي يلعب بها المدرب عبد الرحيم طالب. وبالتالي كرة عالية، أحداد حاول أنه يهيئ الكرة مع الوردي. كرة عالية، أحداد خطير جدا، والتدخل وركنية. هذه كانت سنتابع مرة أخرى. كرة الآن عالية، ضربة رأسية، تجاوزات الحارس. كانت ترفع كرة خطيرة، ولكن محمد اليوسفي كان مراقب الوضع بشكل جيد. وبالتالي نور الدين القرش، خروج كاد يكون خاطئ. الحكم مفترق المباراة. ورقة حمراء للحارس يحيى الفيلاني. إذا غنتابعوا الإعادة. نور الدين كورش، كانطلاق اللاعب الخلدوني سريع. هنا كتبقى مشاهدينا الكرام، هنا كتبقى السلطة التقديرية للحكم، لأنه هو اللي كيشوف. تحول الآن الهجمة مضادة خطيرة، محاولة حقيقية. أنس جبرون كان قريب من قتل هذه المباراة. دوما بدي، والتمريرة كانت جيدة لمحمد المكعازي و أنس جبرون.